السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. قامت المصالح الأمنية بالقبض على فتاة ماكثة بالبيت، ولن تصدق ما فعلته مع شقيقتها القاصر والمترشحة لشهادة البيام. وقبل الخوض في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، ادعمونا باللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. قضت محكمة ذرعان بولاية الطارف أمس الأربعاء بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقة المترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، وذلك لتورطها في تسريب أجوبة هذا الامتحان عن طريق الهاتف النقال والتواصل مع شقيقتها التي كانت تملي عليها الإجابة حسب ما أفاد به بيان لدى المحكمة ذاتها. وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتها وعقابها ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب300,000 دينار جزائري. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المترشحين المقبلين على شهادة البكالوريا والابتعاد عن الغش والتسريب.